طيب أريد أروح إلى أغنية قريبة منك، قد تكون لحضرتك أو لفنان آخر، لكن تمثل أحمد نعمة. والله أنا أحب أبوس الإيد، أبوس الراس، أبوس الذوق والإحساس، هو أنتي يا عمر العمر، عندك حاجة ما تنباس. أبوس الإيد، أبوس الراس، أبوس الذوق والإحساس، هو أنتي يا عمر العمر، عندك حاجة ما تنباس. أشوفك في ظلام الليل، أشوفك جالسة لوحدك، تحتضني قميص بشوق وبسمة ودمعة في خدك. أنا مثلك منام الليل، أنا مثلك منام الليل. أبوس الليل، أبوس الراس، أبوس الليل. هاي كلش على بال كان مساهر. الله. إيه. شنو كانت طبيعة التجربة مع كاظم الساهر؟ يعني هو كاظم صديقنا من ايام يعني بدينا بالثمانينات بالمسرح العسكري. نعم. وهذا فهو من اشتهر يعني عربيا، وهذا طبعا هذا فخر إنه يعني انا افتخر به، يعني هو صديقي وكلش افتخر به، يعني فنان كبير. من شفته شلون يتعاملون الناس وياه بحب يعني بالضبط. عبد الحليم حافظ، يعني خيل عبد الحليم حافظ. انا كان يسرني فنوبات يريد يشيل كانت البيتا قام كبار فيشيل الجنطه، قلت له لا ما يصير الناس تعرفه، كان اشيلها. فنروح الاستوديو عمار الشراعي، كملنا الالبوم، اشتركت حتى بالكورال يعني. حلو. حلو. يعني احيانا اكو بعض الفنانين يشعرون بالاستنقاص، مثلا اذا اشتركوا مع مطرب اخر بالكورال، هذا ما ازعجك الموضوع؟ لا 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 لا، كاظم غير حاله. كاظم انا مو بس كاظم، يعني حتى زملائي الموجودين، يعني حتى اللي اكبر مني، الجيل اللي جماعه رياض احمد وهذا، نعم. كلهم اعتبر نفسي انا تلميذ لهم. الله. اي لانه ولذلك شوفين انا كل الوسط الغنائي والموسيقي والهذا كلهم علاقتي بهم طيبه، ما عندي هاي يعني اذا هو نجح انا نجحت يعني. وبعدين نجاح للعراق، يعني انتم تشوفين كاظم برا تقولين هذا اسمه يعني طبعاً. رنان يعني خاصه للعراق. صح.